يا ريت بعد ماتش الزمالك اللي شغال دلوقتي، الشوط الاول خلص 1-0 للزمالك، مستنين الجهابذه الزملكاويه اللي بيطلعوا انهم يقولوا كايزر شيفز اقوى 100 مره من الجيش الملكي، وفرق مجموعه الزمالك اقوى، والجيش الملكي ضعيف وفي المتناول، والزمالك قدم اداء مش عارف ايه وعمل ايه، واحنا يعني والله العظيم ما فارق معانا ان الزمالك يكسب او يخسر، لان هو في طريق واحنا في طريق. فبلاش بلاش بلاش بعد اذن حضرتك تقلل من الفرق التانية في البطولات التانية، لان كلنا عارفين انت بتقول كده ليه. عايز تطلع ترند وتكسب وخلاص، والناس تتكلم وتقول عليك وسيرتك تنجاب في كل حتة، سواء بقى شتيمة اهانة مش عارف ايه، انت مش فارق معاك. بس بالله عليك بلاش تقلل من الفرق التانية. وكلنا عارفين دوري الأبطال قوي، وشفنا مباراة الأهلي امبارح، وغير مباراة الأهلي شفنا باقي المباريات قوية. فبلاش تقلل، بلاش تقلل من دوري الأبطال. كلامك بقى قديم وملوش لازمة وملوش معنى، والناس كلها عارفاه. الزمالك يكسب، الزمالك كسب وقدم مثلا اداء كويس وتمام وتمام، يعني مفيش جدال. ما اطلعش بقى اقول ايه، لا اصل بطولة مجموعة الزمالك مش عارف ايه الكلام ده. خلاص بقى يا جماعة انسوه، طلعوا حاجة جديدة. طلعوا خليكم في موضوع جديد، زي موضوع ان الزمالك بيدي فلوس لكل اللعيبه، ما بياكلش حاجه على حد ومش عارف ايه، وهتاخد فلوسك لو بعد 4 سنين. يعني امشوا في سكه دي جديده شويه حلوه، امشوا فيها. لا حول ولا قوه الا بالله.